أهم الأحداث والتحديثات القادمة. وأخيرا لعبة بلود سترايك راح تنزل المنظار الحراري في اللعبة، حيث أنها نزلت صورة كاتبة فيها أنه لا يستطيع أحد أن يختبئ من منظاري، ولمحت فيها أنها راح تنزل المنظار الحراري عن قريب بشكل رسمي. وأيضا راح تنزل سكين هذا الكحلوش لشخصية هانك. ويعني أنا ما فهمتش واش قصدهم كي داروا هذا السكين. وراح يضيفون أيضا سلاح جديد وهو سلاح جليد. أنا مكان ما دخلني هو اسمه اللي هاكا، وهذا السلاح يتميز بسرعة إطلاق نار متوسطة. أما بالنسبة لدمجه يعتبر عالي نوعا ما، وراح ينزل مع السترايك باس القادم الذي راح يكون فيه سكين لشخصية كايندا. أما عن باقي العناصر فلم تفصل عنها اللعبة بشكل كبير. ونزلت أيضا مود مخصص لسلاح القناص فقط، وهو مود ممتع جدا وأنصحكم تجربوه، ولكن الشيء السيء فيه أنه يمكن للاعبين استخدام القبضة أو أسلحة الاشتباك، وراح تتعرضون للكثير من المخربين في المود كيما هذا الأحمر. وهذا مكان خاوتي، أيها هلا ونتلاقاو في فيديو جديد.